وحش وعصبي، تركيزك قليل وعلى طول كل ما بتتضايق بتجري على الحلويات والأكلات الدسمة، ستوب. انت محتاج تعمل صيام الدوبامين أو الدوبامين ديتوكس. أنا دكتورة ساندي العسال وده ABC تغذية. هذا الفيديو برعاية إليت للترجمة، وكالة ترجمة معتمدة بالمملكة. الدوبامين هو ناقل عصبي مسؤول عن إحساسنا بالسعادة والتحفيز، فالدوبامين ديتوكس هيساعدنا نرجع توازن الدوبامين في الجسم. فلما كنت بتاكل وجبات مركبة زي مثلا آيس كريم جوه كون، والكون ده معمول من عجينة مقلية سخنة عليها سكر عليها قرفة، أو براوني سخن مع آيس كريم وقطع شوكولاتة وعليه صوص، فأنت بتجبر جسمك إنه يطلع الدوبامين بكميات هائلة. لما كمان بتتكرر الأكلات دي بتقل حساسية مستقبلات الدوبامين، فتحتاج كمية أكبر وأنواع أكتر عشان تطلع نفس كمية الدوبامين. فصيام الدوبامين أو الدوبامين ديتوكس هيرجع تاني حساسية الدوبامين وترجع تستمتع كمان بالأكل الصحي. إزاي بقى هنعمله؟ هنمتنع عن تناول الأكل الغير صحي تماما لفترة بين 40 يوم ل 90 يوم، وهنركز في أكلنا خلال الوقت ده على الأكلات اللي بتزود الدوبامين والتيروزين في الجسم، زي البروتين بأنواعه، لحوم، دجاج وأسماك، وخصوصا سمك السلمون والماكريل والمكسرات والسوداني وكل أنواع البذور ومنتجات الألبان والخضروات الورقية والفواكه زي التفاح والأناناس والموز، طبعا الحبوب الكاملة والشوكولاتة الداكنة. وبعد 3 شهور هتشوف الفرق في سعادتك النفسية وانبساطك بالأكل الصحي. جربوا واكتبوا لي حسيتوا بالنتيجة بعد كام يوم. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير، ولو عندكم أي أسئلة اكتبوا لي في التعليقات.